ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بقالنا كتير ما بنصورش اي فيديو، اكتر من 6 شهور تقريبا او 5 شهور حاجة كده يعني. من قبل الاحداث اللي بتحصل، طبعا احنا كلنا شايفين ايه اللي بيحصل. مش محتاجين ان احنا نقول بقى ايه السبب، او الناس كلها بقت عارفة يعني، واعتقد بره اكتر كمان. الصورة بقت واضحة ليهم اكتر. ايه اللي بيحصل في فلسطين بالظبط او غزة يعني. آه، حقيقة في يعني الواحد كان محضر حاجات كتير آه، من قبلها يعني، وسنيكرز كتيرة كان الواحد محتاج يتكلم عليها. أخبار، كلام كتير يعني، بس كل حاجة كانت قبل شهر 10. بعد شهر 10 يعني الواحد حس إن هو موضوع مش مناسب إن هو يبدأ يتكلم في حاجة يعني زي اللي احنا بنتكلم عنها يعني. ففضلت إن احنا نستنى شوية. طبعا الوضع بقى يعني كل شوية بيبقى أسوأ من اللي قبل كده، وبقاش واضح ليه النهاية هتبقى امتى بالظبط. آه، بنحاول احنا كل اللي احنا نقدر عليه ان احنا نقدر ندعي لاخواتنا هناك، وندعمهم بقى سواء من خلال يعني التبرعات، اي حد بيكتب بوست يعني، اي حاجة بسيطة حتى بتحاول تساعد، لان احنا مش احنا يعني اي حاجة بتساعد يعني، لان مش احنا اللي احنا بنحاول يعني. كده كده الفيديو ده مش هقطع فيه حاجة يعني، مش عامل كروب او اي حاجة، ولا كات ولا مونتاج ولا اي حاجة، هسيبه زي ما هو، ولا في تحضير ولا في اي حاجة، انا طالع اتكلم كده عادي. بس يعني احنا طالع دردش معاكم شوية كده. أه واخد رأيكم، هل مناسب ان احنا نرجع نعمل ريفيوز تاني، نعمل فيديوز تانية؟ يعني فيديو مثلا 2023 انا مجهزه التوب سنيكرز يعني، مجهزه من شهر 11. وضحت الصورة يعني، فيعتبر من اخر شهر 11 كده الواحد مجهزه، كاتب له سكريبت صفحات كتيرة. ده بقى فعلا انا كاتب سكريبت فيه، لان الفيديو هيبقى طويل. آه، فعشان بس ما ياخدش وقت كتير في التصوير. في العادي انا ما بكتبش يعني، ما بكتبش اي سكريبت، او لو كتبت، لو حاجة طويلة بكتب نقط كده بس، واتكلم انا بشرح كل نقطة مثلا، اشرح انا من دماغي. بحب اتكلم من دماغي، مش بحب ان انا يكون في سكريبت ماشي ملتزم بيه. بس الفيديو طويل، الفيديو هيبقى فيه معلومات كتيرة، فعشان كده ده اللي خلاني كتبت سكريبت. انا شخصيا في حاجات وانا بسيرش او وانا بجهز الفيديو ما كنتش عارفها، عرفتها. آه، بس يعني فالفيديو ده انا بحاول اجهزه الفترة دي. في ريفيوز لسنيكرز كتيرة برضو بنحاول نجهزها. فعايز إن اسمع من الناس، هل الناس حاسة ان احنا لا يعني ممكن نتكلم او ممكن نرجع عادي. طبعا مش هننسى اللي بيحصل في فلسطين، بس احنا يعني للأسف الحياة بتمشي، ما فيش حاجة بتقف، فالحياة بتفضل مستمرة، وكل واحد لازم يفضل مستمر في الطريق اللي هو ماشي فيه ايا كان هو ايه يعني. فانا شايف ان احنا نقدر نكمل. فانا شايف ان احنا نقدر نكمل يعني، او نستمر. بس عايز اعرف رأيكم الاول قبل اي حاجة، لان في حاجات كتيرة حصلت من شهر 12 لحد دلوقتي، او من شهر 10 اسف لحد دلوقتي. مش عارف اقدر اغطي كل دوت ولا نبدأ على طول من الجديد. كنت بحاول على طول في الستوريز اعمل ابديتس على طول يعني. فبس قولي له في الكومنتس كده رأيكم ايه، حابين نتكلم على ايه الفترة اللي جاية. فيديو 23 زي ما قلت لكم انا بجهزه، ريفيوز لسنيكرز تانية، في سنيكرز قوية، في سنيكرز عادية، في حاجات وسط كده يعني. مش كل حاجة يعني هايب او ترندي او كده. آه بس لو انتم مش عاملين سبسكرايب على اليوتيوب، يا ريت تعملوا سبسكرايب. اعمل شير للتشانل مع كل الناس اللي بتحب السنيكرز من اصحابك. الفيديوز او الاكونت قصدي بتاع تيك توك، برضو الاكونت بتاع انستجرام. نحاول نبقى اكتف عليهم الفترة اللي جاية اكتر. يلا سلام.